ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ انا احمد الجاكور، ودي سلسله هنتكلم فيها عن رحله كل مقاتل جوه الفن القتالي بتاعه. يعني هنمسك كل فن قتالي لوحده، مثلا الملاكمه، المواي تاي، الام ام اي. هنجيب بقى رحله وحياه اللاعب وهنوثقها على قد ما نقدر بكل التفاصيل، من اول ما يخش او يبدا التمرين اساسا لحد ما يبقى بطل عالم وسوبر ستار في اللعبة بتاعته. والسلسلة دي هيكون اسمها رحلة بطل. اعمل اشتراك في القناة واللايك وكل الكلام الجميل ده. ويلا بينا نبدأ في الفيديو بتاع النهاردة حلقتنا هتكون عن واحدة من أجمل وأقدم الرياضات القتالية، وهي الملاكمة. الفن النبيل طبعا، رياضة غنية عن التعريف، لها جمهور كبير جدا على مستوى العالم. في العالم كله عارف يعني ايه ملاكمة، وعارف اللعبة دي حتى لو مش متابعها. يلا بينا نبدأ ونشوف حياة الناس دي عايشة ازاي، من أول ما كانوا لسه أول تمرينة ومش عارفين يضربوا ضربتين صح ورا بعض، لحد ما بقى راجل بطل عالم قد الدنيا والناس كلها عارفاه. في الأغلب الملاكم أو الشخص اللي بيبدأ ملاكمة مش بيبدأ عشان يبقى بطل عالم. يعني هو مش بيبقى حاطط في دماغه كده تماما، هو بس بيشوف الموضوع من بره كده، بيعرف واحد صاحبه بيتمرن او حاجه فبيقول قشطه، اللعبه دي هتديني قوه بدنيه كويسه، هعرف ان انا برضو ادافع عن نفسي. يا عمي انا ما تقوليش اللفظ ده، انا ليا اسم جابر. تمام. وكل الكلام الجميل ده. وبتروح اول تمرينه طبعا وانت لسه كتكوت صغير، ما تعرفش اي حاجه حرفيا، بتخش عالم جديد بالنسبه لك. عالم مختلف تماما عن العالم اللي بره. طبعا اجواء جديده بالنسبه لك وكل حاجه. انت شايف دخلت مكان ناس عماله تضرب بعض، اللي بينط حبل، اللي بيضرب في السندباج. وريحه المكان بتبقى عارف انت اللي هي الذكوره والتستيرون، وقشطه شويه عرق، يعني فاهم. طبعا في البدايه انت بتبقى تايه، اللي هو اول تمرينتين تلاتة كده انت تايه اصلا، لسه بتتعلم الوقفه، لسه بتتفرج، بتقول الناس دي بتعمل كده ازاي. وفي نفس الوقت جسمك مش بيبقى متعود على الضغط ولا التمرين ده. يعني تمارين الملاكمة بالذات بتبقى من أقصى التمارين اللي في ما بين الرياضات كلها يعني. ده طبعا ما بين أول تمرينتين تلاتة أنت لسه بتتعلم الوقفة، بتخش التمرين مع الناس، جسمك طبعا عضلاتك كلها شد عليك. وطبعا في المرحلة دي انت بتبقى شايف رحلة كبيرة من الألم والتعب وحاجات كتيرة جدا انت مش متعود عليها ولا جسمك متعود عليها. فعقلك غصب عنه، عشان هو عقلك مش بيحب التعب، بيقولك يعني يلا نخلع من هنا، انا مش عايز اعمل الكلام ده. بس انت طبعا راجل ملاكم وبترمي الكلام ده في الزبالة، وبتديها واحدة حماس كده وبتقول قشطة انا هكمل في التمرين. بتعدي الايام وبتروح التمرين بانتظام، قشطة بعد شهرين ثلاثة من التمرين بتبدأ تحس ان انت، لا انت بقت قوي فعلا، وثقتك في نفسك بتزيد جدا، ومستواك بيعلى في التمرين. فطبعا ده بيدي دوبامين لعقلك اللي ما كانش عايز يكمل، وبيديك ثقة في نفسك، فبتقول قشطة، بتدي مجهود اكتر وبتكمل في التمرين. من 6 شهور لسنة انت بتبقى فعلا ملاكم محترم، وقادر ان انت تشارك في بطولات زي المناطق او الجمهورية. وبتبدأ الناس فعلا ان هي شايفاك، لا انت واحد فعلا بتبدأ ملاكمة. لما تقف قدام حد تلعب شادو بوكسنج او تعمل حاجة، لا انت واحد فعلا تلعب ملاكمة بقالك فترة، مش زي الاول. طبعا بتشارك في كذا بطولة تنشيطية كده، اتنين تلاتة، تجربة يعني وخبرة برضو قبل الجمهورية. وبتشارك كصديق مقاتل او صديق ملاكم في اول بطولة جمهورية ليك، وانت طبعا بتتمرن من 6 شهور لسنة، وشايف ان انت مستواك عالي فشخ. بس طبعا الطريق مش وردي ولا سهل ابدا، انت مش جاي تلعب جمباز. بتخسر طبعا في اول بطولة جمهورية، وده اللي بيحصل في الاغلب. وبتفتكر الماضي القديم ان انت لسه كتكوت زي ما انت، او ده اللي عقلك بيوريهولك، بيقولك انت كل التعب ده على الفاضي واحنا لسه ما عملناش حاجة، فقشطة بيجيلك سنة احباط كده. بس انا عايز اقول لك يا صديقي ان لا خالص، انت الناس اللي انت لعبتها دي ممكن يبقى بقالها سنين كتير جدا في المجال. يعني ناس بتلعب من وهي عندهم حرفيا 5 6 سنين او 10 12 سنة، وبقالهم سنين بيلعبوا اللعبة. فانت ما ينفعش تيجي من سنة واحدة وقشطة تخش تكسبهم كده، فما تحبطش. في ناس كتيرة جدا بيجيلها احباط من الموضوع ده، مع ان دي لسه اول مشاركة ليك اصلا. وغير كده اصلا المشاركة دي بتديك خبرة كويسة جدا جدا للجمهورية اللي بعدها ان شاء الله السنة الجاية. فانت هنا بعد الخسارة على طول بيبقى قدامك مفترق من الطرق. يا اما هتقول انا بتعب على الفاضي ومش عارف ايه والكلام ده كله، وهتبطل تمرين او هتروح التمرين اللي هو كده، يعني فاهم. وعندك طريق تاني اللي هو لا طب انا خسرت المرة دي، اللي هو لا انا خسرت المرة دي عشان الناس دي مستواها عالي، انا عايز اعلى بالمستوى وعايز اقدر ان انا اكسب او انافس الناس دي. فطبعا انت برضو بتديها واحدة حماس تاني مرة، وبتقول لا انا هكمل. وبتقضي سنة كاملة او موسم كامل عينك بس على الجمهورية، انت عينك على الجمهورية اللي جاية، انا عايز اوري للناس دي انا مين،
وان انا اقدر اعمل حاجه وسطيكم، وان بس طبعا بتعدي سنه من التمرين القاسي وكل الكلام ده والانتظام طبعا في التمرين، وبتيجي الجمهوريه الجايه فعلا وبتخش وبتشارك وبتقدم مستوى عالي، والحمد لله عمو كتكوت بيكسب. طبعا انت بتقضي كام يوم كده وانت فرحان وقشطة وانا جامد وانا بطل جمهورية يا جماعة ومش عارف ايه وكل الكلام الجميل ده. بس بعد فترة مش محددة هي ايه بالظبط، 15 يوم تقريبا، المفروض ان انت تشارك في تصفيات المنتخب. تصفيات المنتخب دي بتبقى حاجة شبه اختبارات علشان تبقى في المنتخب بتاع البلد بتاعتك وتلعب باسم البلد بتاعتك وتبدأ ان انت تشارك بطولات دولية، بطولة مثلا افريقيا للهواة، بطولة العالم للهواة وكده. طبعا مش كل الناس بتقبل في تصفيات المنتخب دي من اول مرة، ودي اصلا بتبقى من اصعب المراحل، بس احنا هنخليه يقبل من اول مرة علشان وقت الفيديو. وهنا عم كتكوت خلاص ما بقاش كتكوت ودخل مرحلة جديدة تماما، والموضوع ما بقاش مجرد تمرين بروح وباجي فيه عشان احصل على قوة بدنية او على ان انا اقدر ادافع عن نفسي، دي بقت شغلانة ابو الكباتن. وانت دلوقتي مبروك عليك يا كتكوت، انت بقيت ديك وسط ديوك قادر ينافس وبيلعب مع المنتخب القومي بتاع بلد. هنا انت بيطلب منك شغل جديد تماما وشغل اكتر من اللي انت كنت بتعمله اثناء ما انت كنت لاعب عادي مش تبع المنتخب. وقشطة بالفعل عمنا الديك اللي خلاص كبر وبقى ديك، وقشطة عمنا الديك بيخش وسط الديوك فعلا وبيشارك في كذا بطولة دولية، مثلا بطولة افريقيا، بطولة الشرق الاوسط، مش عارف ايه، كذا بطولة وبطولات تنشيطية كتيرة برضو. وفي المرحلة دي انت كملاكم او كلاعب عامة انت بتستوي فيها، بتبدأ تاخد خبرة كتيرة جدا وبتلاعب ناس مختلفة وأساليب مختلفة في اللعب، فبتقدر إن أنت تجمع خبرة وبيبقى هدفك اللي جاي بعد كده. وطبعا بعد ما تخلص من الفترة دي وتستوي تماما وتاخد الخبرة اللي أنت عايزها، بتبقى عينك على حاجة واحدة بس وهي الأولمبياد. وطبعا بعد فترة بتشارك في الأولمبياد بالفعل وبتبدأ إن أنت اسمك يتعرف سنة سنة، وهنقول إن أنت بعد فترة ربنا قدرك وقدرت إن أنت تبقى بطل عالم وبطل أولمبي واسمك بالفعل بقى معروف في عالم الملاكمة. بس أنت بتبص كده يا أبو التنانين وبتقول استنى ايه ده، انا رغم ان انا بطل عالم ورغم كل ده انا لسه مش باخد الارقام اللي انا كنت بسمعها بالملايين زي ابطال العالم اللي انا كنت بشوفهم على التلفزيون وعلى النت كانوا بياخدوا ملايين. امال انا فين الملايين بتاعتي؟ هقول لك استنى بس يا ابو التنانين، انت لسه بطل اولمبي، الارقام الكبيره اللي انت كنت بتسمع عنها دي لسه في مرحله المنظمات وهي المرحله الجايه. ويلا بينا نشوف المرحله دي انت هتدخلها ازاي وايه الفرق اصلا بين الاولمبياد والمنظمات. طبعا انت بتبقى عايز تاخد ملايين، فبقول لك ماشي، انا عندي ليك 3 نصايح مهمين جدا 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 علشان تقدر ان انت تبقى لاعب منظمه مش لاعب اولمبياد. اول حاجه لازم تعملها يا صديقي الملاكم ان انت تجمع فان بيز كبيره شويه عن بقيه زمايلك الاولمبيين، يعني لازم يبقى عندك جماهير كتير جدا جدا جدا. هتعمل ده بقى ازاي؟ شوف انت وطريقتك، الطريقه اللي انت عايز تعملها بيها، هل هتلم الجماهير عن طريق اسلوب لعبك المميز؟ وده في اغلب الحالات مش بيبقى كفايه، ونيجي لاهم حاجه بتدي شعبيه للاعب وهي التصريحات بتاعته. شوف انت هتدي بقى تصريحات تحفيزيه للناس او ان انت تجيب تذاكر كتيره للماتش بتاعك عن طريق ان انت مثلا تدي ان انت تبقى طول الوقت عمال تدي عدم احترام او بكلامك المستفز للخصم بتاعك وان انت تقعد تنكشه وهو ينكشك، فالناس تتحمس اكتر للمباراه. وطبعا ده في اكتر الحالات بيجيب مشاهدات كتيره جدا وتذاكر كتيره جدا للماتش. دي اول حاجه. تاني حاجه انت لازم تعملها يا صديقي الملاكم ان انت تجيب مدير اعمال لازم يبقى شاطر طبعا عشان يعرف يجيب لك عروض كويسه، وده بيبقى ليه مساهمه برضه في ان هو يجيب لك جماهير. علشان كده اغلب مدراء الاعمال للملاكمين بيبقوا ملاكمين زيهم عشان بيبقى عندهم شعبيه اصلا، فده بيجيب شعبيه للملاكم بتاعه، زي مثلا فلويد مايوزر وجيرفونتا ديفيز او الملقب بتانك. طبعا مايوزر غني عن التعريف، اسطوره من اساطير الملاكمه، فلما واحد زي ده يبقى مدير اعمالك او يتبناك في عالم الملاكمه طبعا ده بيديك انت شعبيه اصلا على حسه هو او على اسمه هو، فدي بتبقى حاجه مهمه جدا جدا برضو في المرحله دي. والحاجه الثالثه والاخيره هي الكاركتر او البرسونا اللي انت بتقدمها للجماهير، ودي طبعا حاجه مهمه جدا وبرضو بتساعدك ان انت تلم جمهور او تحدد الجمهور اللي هيتابعك بعد كده في المطوشه لما تخش المنظمه. يعني مثلا هل انت شخصيه اللي هو ما بيتكلمش كتير زي مثلا ديمتري بيفول، او ديمتري بيفول من نوع الملاكمين اللي انا بحبه جدا، اللي هو مش بيتكلم كتير ولا بيقول تصريحات ولا بيقعد يجيب سيره ده ويجيب سيره ده، هو بس بيقول تصريحاته عن طريق اللعب وعن طريق التمارين. حتى شوف كده الكليب ده هو بيقول فيه ايه. To be honest, I don't like excuses, explanations. You know, my philosophy is to be perfect, to not answer on questions why you did this, why you did that, and have some excuses. I feel shame if I trying to explain you why I didn't win this fight. Just
I didn't win, and الفترة دي that's it. تقريبا اللي هي من الأولمبياد، لأن أنت تبقى محترف في منظمة بتاخد تقريبا في المتوسط من سنة ل3 سنين. بتاخد في المتوسط 3 سنين، ممكن أكتر ممكن أقل، على حسب أنت هتعمل ال3 حاجات اللي احنا قلنا عليهم دول. هيجيبوا لك شعبية، على حسب الشعبية دي هتجيلك في قد إيه. وهوبا بعد سنين تعب يا أبو التنانين، أنت مبروك، جالك أول عقد احتراف في مسيرتك كملاكم. هتقولي بس استنى يا عم الجاكور، أنت ما شرحتليش أصلا إيه الفرق بين المنظمة والأولمبياد. تعال أقول لك يا صديقي. اول حاجه وهي الاولمبياد، انت بتلعب 3 جولات، كل جوله تقريبا 3 دقايق، وبتبقى الاجور فيها قليله مش كتيره قوي. والاولمبياد بيبقى ملهاش بطل محدد طول الوقت، يعني هي بتتعامل مثلا اولمبياد 2025 ليها بطل، بيجي الاولمبياد اللي بعديها ليها بطل تاني غيره. يعني هي بتبقى مسابقه او بطوله زي الجمهوريه مثلا، كل مره بيبقى ليها بطل مختلف، الا لو البطل كسب مرتين ودافع عن لقبه ضد كل الناس التانيه. لكن هنخش على الحاجه التانيه وهي المنظمات بتتلعب من 4 ل 12 جولة. والمنظمة مش بتتلعب عن طريق اللي هو بطولات، لا انت بتبقى بالماتش، ولكن مثلا ممكن يلعب ماتش او ماتشين، ممكن يوصل ل3 في السنة. وطبعا الاجور بتبقى اعلى جدا 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 من الاولمبياد. وبرضه بتتلعب من غير هيد جارد او واقي الراس اللي انت بتبقى لابسه طبعا طول فترة الاولمبياد. كده انت فهمت الفرق. نرجع بقى لصاحبنا ابو التنانين. طبعا اول عقد اللي جه لصاحبنا مش بيبقى عقد عالي قوي، لان هو برضه لسه جماهير المنظمة ما تعرفوش قوي. يبقى ايش يعني الواد الجديد اللي لسه جاي ده ما نعرفش عنه حاجه. اما نشوف كده هو بيلعب ازاي. اول عقد تقريبا بيبقى 3 أو 4 نزالات، بيبقى الاجر فيه $5000، وده رقم مش رقم اكيد، هو بيبقى رقم ده الافريج يعني. وطبعا 5000 دي افريج، يعني ممكن تعلى ممكن توطى على حسب العقد بتاعك وعلى حسب شطاره مدير الاعمال اللي انت جايبه زي ما قلنا قبل كده. بتفضل تعلى في تصنيف المنظمه سنه سنه، والجماهير بتعرفك. وطبعا كل ما الجماهير تعرفك فانت كده بتجيب تذاكر للمنظمه، فالاجر بتاعك بيعلى، وبتفضل كده وتعلى تعلى تعلى، وبتفضل في مرحله الصعود دي لحد ما تبقى جاهز ان انت تلعب على اللقب يعني. طبعا مرحله اللعب على الحزام دي قرار مش سهل. انت بتلعب اقوى واحد في الفئه الوزنيه بتاعتك، بيبقى بطل عنده خبره ومخضرم جدا، وبقيله سنين بيدافع عن لقبه، ومش هيتنازل عنه بسهوله ابدا لايا كان مين. بس انت للمره الثالثه بتديها واحده حماس يا ابو التنانين، بتقول قشطه يلا بينا، احنا هنخسر ايه يعني. بيضربوا الجرس عشان تبدا المباراه ما بينك انت يا ابو التنانين اللي لسه في كامل عطائك وفي صحتك، بتبقى لسه شاب صغير عندك السرعة والقوة والحماس والطموح، وما بين البطل واللي هو الخصم بتاعك بيلعب على الخبرة والحكمة، وطبعا هو لسه عنده شوية قوة. الموضوع مش مجرد ماتش عادي، الموضوع ده بيبقى بجد منافسة ما بين حقبتين مختلفين من الملاكمة. انت يا ابو التنانين بتمثل الملاكمة الحديثة، وهو بيمثل الملاكمة اللي قبلك، بس انت مش بتتنازل، بس انت داخل مش ناوي تديله ماتش سهل، وبالفعل بتأدي قدامه وبتدي كل خبرتك اللي انت اكتسبتها في السنين اللي فاتت وكل النصايح اللي انت سمعتها، وبالفعل انت بتديله ماتش كويس جدا، والحكم بيرفع ايدك انت في نهاية المباراة. طبعا بتبقى فرحة ما تتوصفش وفلوس ما تتعدش، وانت كسبان من كله ابو الصحاب. قشطة الدنيا بتلعب معاك كام شهر، بس استنى في متحدي جديد جاي عنده نفس الطموح اللي كان عندك، وجاي يتحداك على الحزام بتاعك. وهنا انت بيبقى قدامك حلين، يا تخسر من اول ماتش تدفع عن اللقب واسمك يتنسي وكأنك ما جيتش تماما، يا اما تكسب وتفضل محافظ على اللقب وتدافع عن اي متحدي لفتره كبيره جدا، وتبقى الحقبه باسمك انت. بس عشان انت تنين، انت فعلا الحقبه بتبقى اسمك انت ابو الصحاب، وبتفضل تكسب وتدافع عن لقبك وفلوسك تزيد، واسمك يتحفر باحرف من ذهب في تاريخ الملاكمه. بس بعد فتره انت بتبدا ان انت تتقدم في العمر جدا، قوتك البدنيه ما بقتش زي الاول، والتحمل بتاعك ما بقاش زي الاول ابو الصحاب. انت بقيت بتكمل ال 12 جولة بالعافية، وبتعتمد اكتر على النقط، مش زي الاول كنت بتدي لاي متحدي صغير جديد نوك اوت او ضربة قاضية وكنت بتعلمهم كلهم الادب. بس انت حالك بقى زي حال البطل اللي انت خدت منه الحزام من شوية يا ابو الصحاب. والفترة اللي انت بتبقى بطل فيها دي بتختلف من ملاكم للتاني، شوف انت نفسك بقى هيوصلك لفين. وبيجي ماتش بيجي تنين تاني زيك وبيكسبك، وللأسف انت خلاص اغلب الملاكمين في الوقت ده بيعلنوا اعتزالهم، علشان لو كملت اكتر من كده هتفضل تخسر، وده يبوظ الريكورد اللي انت تعبت حياتك كلها عشان تعمله. فاعتزل احسن وانت اسطوره، الناس كلها هتفضل فاكره اسمك كاسطوره مخلده في تاريخ الملاكمه ابو التنانين. وطبعا دي تكون نهايه رحلتنا النهارده، واكيد انت شفت وحسيت الملاكم بيتعب قد ايه عشان يوصل لمرحله ان هو يبقى بطل في منظمه. فما تجيش وانت قاعد على كنبتك وبتاكل البيتزا بتاعتك وبتتفرج على الماتش تقول هم الملاكمين دول عملوا ايه يعني، اتضربوا لهم تدريبتين وبياخدوا ملايين؟ لا خالص، ده الملايين اللي بياخدها دي
بتبقى مقابل تعب سنين وسنين، فما تبصش في طبع حد. وعايز اقول لك احنا لما بنقعد في الكليه 4 سنين او 5 بنبقى مش طايقين نفسنا اصلا وعايزين نشتغل مش قادرين وعايزين نجيب فلوس. فشوف ده صبر كام سنه عشان يوصل للي هو وصل له ده. اتمنى تكون الرحله عجبتكم النهارده، وما تنساش ان انت تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو. وبس كده، سلام.